لك سيادة النائب عصام هلال، يعني الوقت ربما لا يكون طويل قبل الانتخابات، التصويت في الخارج أول أغسطس. يعني كيف هي الاستعدادات سواء لحزب مستقبل الوطن برأيك أو حتى للتحالف الانتخابي الذي جرى تدشينه؟ خليني سريعا، لابد ان اوجه التحيه للدوله المصريه وبما فيهم الهيئه الوطنيه للانتخابات على المجهود المبذول خلال الفتره اللي فاتت. حقيقي كل الامكانيات وفرت لكي يخرج مشهد يليق بالدوله المصريه. شايفين الهيئه الوطنيه للانتخابات والاجراءات والقرارات اللي عماله تصدرها لتيسير انتخابات ذات شفافيه واتاحيه للجميع لكي يتقدم كل المرشحين، اي مرشح اذا كان حزبي او غير حزبي له الحريه في ان يتقدم، وكل الاجراءات ميسره بالنسبه له. اجراءاتها بقى بتمكين الاخوه ذوي الاعاقه، كل هذه الاجراءات حقيقي بتنبئ على ان احنا ان شاء الله تعالى هنبقى امام مشهد ومشهد متميز. اما عن استعداد حزب مستقبل الوطن، خليني اقول لحضرتك انا بالنسبه لي انا في عمل مستمر. انا يعني كحزب مستقبل الوطن انا عندي من الخبرات التراكميه منذ 2014 لغايه 25 بتجعل المساله بالنسبه لي في اداره العمليه الانتخابيه وفي الدفع بمرشحين برضه فيها نوع من انواع اليسر. المنافسه هتكون محتدمه طبعا في اكثر سخونه هذه المره. نستطيع ان احنا نقول برضه فيها حد كبير سخونه عن المرات السابقه، ولكن خلينا نقول برضه ان فكره التحالف الوطني، القائمه الوطنيه من اجل مصر، دي برضه هيبقى فيها نوع من انواع التيسير الكبير في اداره العمليه الانتخابيه. احنا امام كيانات سياسيه واحزاب سياسيه كبيره لها بنيه تنظيميه. إذا كنت أتحدث عن حضرتك عن مستقبل الوطن، لا أنا أملك بنية تنظيمية منتشرة في كل جمهورية مصر العربية، موجودة في كل قرية، في كل مدينة، في كل مركز، في كل محافظة. فبالتالي وأداروا عمليات انتخابية كثيرة منذ 2015 استحقاق 18 19. ما 19. المكسب من الوجود في تحالف إذا كان الحزب بهذا القدر من التواجد على الأرض؟ سؤال عظيم وكنا احنا بنتحدث فيه خلال الأيام السابقة. أنا ليه هعملها؟ بس مبدئيا كده يمكن أنا طرحت هذا السؤال سابقا. هو التحالف الانتخابي بالقائمة الوطنية من أجل مصر هل هو بدعة مصرية؟ لا، هو مش بدعة مصرية، موجود في كل الأنظمة السياسية العالمية. عندي التحالف الانتخابي يا إما بعمل تحالف انتخابي عشان أشكل بيه حكومة، يا إما بعمل تحالف انتخابي عشان أخوض بيه انتخابات. طيب بيحقق لي ايه التحالف الانتخابي؟ هقول لحضرتك، اللي احنا شفناه احزاب سياسيه قويه، احزاب بتمتلك بنيه تنظيميه تستطيع ان تخوض انتخابات بمفردها ايا من كان بقى القوى النسبيه لكل حزب مننا. ولكن انا اقول لحضرتك انا كمستقبل كنت استطيع ان انا اخوض انتخابات، ولكن في اعلاء للمصلحه الوطنيه عن اي مصلحه ذاتيه. انا هدفي، ويمكن من اليوم الاول لانطلاق الانتخابات انا اعلنت كده، انا ابغي المشاركه لا المغاربه. كل الاحزاب بدات تتفق على هذا المبدا، ان احنا داخلين انتخابات هدفنا الاساسي اصطفافنا كله السياسي والحزبي وخلف الدوله المصريه. كلنا مقدرين التحديات اللي بتمر بها الدوله المصريه، فبالتالي انا محتاج يبقى في اختلاف بدون خلاف. اكيد ان الاختلاف ده كل حزب، لان ده ميزه الائتلاف الانتخابي عن الائتلاف السياسي، ان كل حزب موجود هو معبر عن ارائه وافكاره ومبادئه دون سيطرة فكر معين من داخل هذا الائتلاف على بقية الأفكار. لا، كل واحد له الحرية. هذا الائتلاف بينتهي على عتبة المجلس النيابي، بيبدأ كل واحد مننا بيخش المجلس معبر عن آرائه بأجندته الحزبية. وده عندنا تجربة سابقة في 2020. فبالتالي سؤال عام لو أنا سألته لأي حد، هل احنا محتاجين او احنا يعني عاوزين ان يبقى كل الاطياف السياسيه الفاعله على الساحه السياسيه موجوده داخل البرلمان؟ كلنا هنرد بلا استثناء نعم. طب انا الائتلاف القائمه الوطنيه ده بيحقق لي ده، بيحقق لي اختلاف بدون خلاف، بيحقق لي، وهذا الاختلاف بيؤدي فينا في الاخر الى التكامليه. ما هو انا الاختلاف ده كله ليه؟ على مصلحه واحده، هي مصلحه الوطن والمواطن. فبالتالي اما يبقى موجود هذا الاختلاف المعبر عن كل وجهات النظر، بالتالي هنصل في النهايه الى الراي الاصوب.